هو عمال يقعد لي بس مش هيرد. بويكا خلاص خد الثقة في نفسه بزيادة والموضوع اتحول لشجاعة مفرطة. حرفيا الكلب بيعض أي حد. كلمت صاحب بيلا وصاحب بيجا خليتهم يجولي ضروري، ما سخنتهم على بعض مع إنهم أول مرة يتقابلوا. خليت الموضوع قلب بتحدي ومسابقة قوية هنشوفها مع بعض. إيش ابتدى يعرض بيلا في الحراسة، ومحمد ابتدى يعرض بيجا في الطاعة، وهنشوف أحداث يوم قوية قوي. وهنشوف بويكا اللي هيقلب الموازين. كلب ضعيف بس ما بيهزرش، بص هيعض أي حد ما يعرفوش. جمعنا المتسابقين واتفقنا على شروط المسابقة وهنشوف مين اللي هيكسب. عشان تفهم كل حاجة لايك ويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم في مستر هوجو. النهارده عاملين حلقة جديدة جدا، هي مش جديدة، قصدي إنها حلقة جديدة. حلقة جديدة بمعنى جديدة كليا، جديدة حتى اللي هنعمله في جديد. أنا كلمت كل أصحاب الكلاب علشان يجوا يزوروا كلابهم، هم ما يعرفوش إن هم هيتجمعوا. أنا هعمل بينهم تحدي وهنشوف مين أشطر واحد فيهم عارف يتعامل مع الكلب بتاعه، وأخليكم أنتوا اللي تحكموا في الحلقة دي. هم هيعرفوا بعد ما هنصور الحلقة نطلع الكلاب ونجهزها. بس قبل ما نعمل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات، تعمل لايك للفيديو، تعمل شير لصاحبك اللي لسه مش عارف يتعامل مع كلبه، وخليه يتابع الحلقات التعليميه. يلا يا شباب اصحوا، عشان النهارده عندنا تحدي. اصحابكم لسه مش عارفين احنا حاطين الكلاب في البوكس دلوقتي عشان كنا بننظف الدنيا وبنجهز للحلقه. فيلا بينا هنبتدي نطلعهم. هطمنكم على بويكا كلب المقشه. صحيح سميته كلب المقشه عشان هو كان بيخاف جدا من المكنسه او المقشه زي ما بنقول عليها. فتعالوا بينا هنشوف مستواه عامل ازاي ولما هيشوف ناس غريبه، وهنشوف بيلا اللي كانت طيبه. حلقتنا النهارده فيها مفاجآت انا نفسي ما كنتش متخيل انها تحصل. تعالوا نشوف هنتعامل معاها ازاي. يلا بينا نشوف مين اول حد في الضيوف هيجي، وهنشوف مين اللي مش هيجي. عايزكم تقولوا لي في الكومنتات مين احسن حد عارف يتعامل مع كلبه بشكل سليم، ومين الكلب اللي مستواه بيتقدم بشكل عاجبكم، او مين كلبك المفضل في الكلاب كلها. متنساش تكتب لي كل ده في الكومنتات. يلا نفتح لهم الكلاب على مكان الحمام قبل ما حد يجي، قبل ما حد يغلط ويعمل حمام في مكان غلط. بيجا اشطر واحدة هي اول واحدة، وبعد كده بويكا. ولو ملاحظين هو لسه بيقلق، فاحنا هنبتدي نكافئه ونطمنه. لسه طبعا هو جسديا زي ما احنا شايفين. بويكا الكلب عنده 6 باكس، الكلب رفيع جدا جدا جدا، بس ان شاء الله ان شاء الله نلاقي حل لان الموضوع هياخد تعالوا وقت. نشوف اول ضيف معانا مين. جالي ايش صاحب بيلا ومعاه جيفارا، وجيفارا ده من مفاجآت حلقتنا اللي فاجئنا انا شخصيا. هنبدأ الموضوع مع ايش ان احنا هنشقيه شويتين، لان هو اوريدي ما كانش بيجي السيشنز ان هو يبتدي يطبق التدريبات مع الكلبة، فلسه علاقتهم مع بعض ما فيهاش تفاهم قوي زي ما احنا شايفين. هسيبه؟ والله ما هسيبه. يعني انا عارف ان ضغطته شويتين، ولو بتشوف الحلقة دلوقتي يا ايش لازم نبتدي نتعامل مع الكلبة صح عشان نبتدي ناخد نتائج زي ما احنا شايفين. ابتديت اديله التريت وابتدى يتعامل مع الكلبة بالتريت. كان في شوية مشاكل قابلتنا من حيث توجيهه للكلبة وامتى بيقف وامتى بيمشي، بس حلينا الكلام ده. ما كانش يعرف ان انا لسه عامل له مفاجأة كمان شوية. انا هخليه يتحط في تحدي مباشر. قولوا لي بقى هينجح في التحدي والشقة اللي احنا هنفضل شقينه مع بعض حبة شوية في التدريبات دوت هيجي بفايدة ولا لأ؟ وهنشوف مين اللي هيكسب، بيجا ولا بيلا. خليكم متابعين معانا. هنبتدي النهاردة نشغل بيلا في الحراسة، وهنشغلها في الطاعة مع صاحبها، وهنشغل بيجا نفس الموضوع. بس الأول تعالى أفرجك إيش بيعمل إيه مع الكلبة. احنا متفقين إن الكلبة في وضع هيل تقعد على الشمال. لا لا فلما قلت له ان هي لازم تبقى على الشمال، حسس ان عارف انت لما حد تقوله يقولك انا لسه ما خدتهاش، ففهمته يتعامل ازاي. وقلت له يبتدي يسحبها بالتريد. ان شاء الله الكلبة هتتجاوب. وكل دوت يا عم ايش بسبب ان انت ما بتجيش تبتدي تطبق مع الكلبة. ابتدى يحرك ايده صح وخم خمايه كده، وابتدى يعدل نفسه مع الكلبة. انا هسيبكم انتوا اللي تقيموه وقولوا لي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي احتمال اوريكم بيلا في مستواها الاخير قبل ما ترجع لايش البيت. لو حابين يبقى هو ده الفيديو الجاي اكتبوا لي في الكومنتات. الكلبة ما شاء الله بالتريت ابتدت تتجاوب معاه بنسبة افضل من اللي فاتت كتير يعني. وخليك معايا ما تروحش في حتة، الحلقة ما بدأتش. بيلا في الحراسة هتفاجئني زي ما هتفاجئ ايش وبيجي هتفاجئنا بطريقة عكسية. وبويكا ده بقى مفاجأة الكوكب الأيام اللي جاية. فلو ما عملتش متابعة لازم تعمل متابعة، علشان أنا هعرفك هوري لك كلاب بمليون حالة. أكيد كلبك حالة منهم، وإزاي هنخليهم كلاب حراسة. اتحرك بقى خطوه سريعه. بص ايش ابتدى يعمل عظمة بس مش قوي يعني. هنا هنبدأ نتفق مع جيفارا اللي فاجئني ان هو فاهم اكتر من ناس كبيرة كتير قوي.
ان احنا دلوقتي لما بنقول للكلبة ركزي، الكلبة ما بتسمحش لحد يعدي وبتبتدي تاخد وضعية الاستعداد والتأمين. وهنا هنبتدي بص ركزي، مفيش هزار، بيلا ما شاء الله عليها. اللي فاكر شخصية بيلا أول لما جت يكتب لي في الكومنتات، واللي ما شافش الحلقات القديمة يخش جود يشوفها. يا بيلا اثبت يا مش ايش. عايز حد ابدا يقلد اللي احنا بنعمله ده. بص على اللي عبد الوهاب بيتعمل مساحة دوت زي دي. متاخد فيه احتياطات امان كتير جود. جدا، وجيفارا طلع فاهم اثبت انت بقى، وعارف بتعرفش بيلا من وهي صغيره، وجار ايش وايش جود يا اصلا بيبو. جاري. فاحنا بنفهم جود. الكلب كافئ الكلبة؟ سيناريو تدريبي لسه سكيلز ما او تفضلش مهارات خانقها. بنخلي الكلب يكتسبها. يعني هتطبق بطريقه عمليه قدام شويه. ايه برافو يا رايكم في بيلا؟ بيبو، برافو. هنبتدي بقى هنا نقول لها ملهاش دعوه مالناش بحد. دعوه بحد. مالناش دعوه بحد بقى، يلا. عدي يا جيفارا من جنبها، من جنبها بالظبط. لا ما تقولهاش ركزي، قول لها. انا والكلبه جالنا ايرور، بنقول لها ملهاش دعوه بحد، وبعد لا، كده هيل. اول لما الولد عدي من قرب جنبها. قال لها ركزي. ولما ما الكلبه تكلموش فعليا ما قفل. بقتش عارفه ايه المطلوب منها، ودي من الحاجات اللي جود. محتاجين نشتغل فيها مع يلا ارجع صاحب بقى بيلا. تاني بس وانت ما راجع. شاء الله بيلا ذكيه وقدرت تفهم اللي اتدربت عليه كويس، وهي دلوقتي ملهاش دعوه. يعني ملهاش دعوه لما بتاخد اوردر انها تركز بتبتدي تحط في دماغها ان في خطر محتمل. احنا ملناش دعوه زي ما احنا شايفين كده. فبعد ما خلينا الكلبه في وضع الهدوء هنخليها في وضع الانتباه والتركيز، وهنخلص معاها الحراسه على كده. بالك؟ خليكم متابعين الحلقه. المسابقه اصلا لسه ما ابتدتش، ولسه ما شفناش بيجا ولا لسه شفنا بويكا. حلقتنا النهارده مختلفه ومليانه احداث كتير، فخليك متابع وقول لي ايه رايك في مستوى بيلا، لان هي فعليا قربت مش على تخلص بيلا. تدريب. في فرق بين بيلا زمان وبيلا دلوقتي. هنسمع دوت من صاحبها، ويلا نشوف بقيه الضيوف اللي جايين. بالصدفة الزيارتين صاحب بيلا ايش جوه، ومحمد وسيف جم. تعالوا خش سلموا عليه، قول لها ركزي كده يا ايش. عامل ايه يا سيف؟ خش سلم كده، سلم. لا كل اللي بيحصل ده فعليا بالصدفة، أقسم بالله ما كانش في حاجة محسوبة. ناس غريبة شافوا الكلب قبل كده بس مش مع إيش. أول لما دخلوا يسلموا ده اللي حصل. ايه رايك؟ انت بتقولي زي الفل عشان تمشي صح؟ عشان انت تعبت من الشغل النهارده. لا انت تعبت من الشغل، اعترف. اعترف. تعضني انا؟ ده بيقول لها تعضني انا. طب لو عملت الحركه بتاعت تعضي دي تاني انا هطلع لك هوجو. لا مش عشان انت بتقول لها تعضني، ده عشان انت بتعمل الحركه اللي انا قايل لك لا عليها. وهنا بما إنهم اتجمعوا فأنا هبدأ بيلا ركزي. أسخنهم على بعض. ما ده حلو، احنا هنختبر بيجا معاهم برضه. يعني بص احنا هنعمل بيلا تبادل. بتقول لهم انسوا، أنا مش بيلا بتاعت زمان. تعالى بس كاريك دلوقتي باشمهندس محمد في الهيل، عشان ده برنس الهيل وبرنس الجيل معايا ده. أنا بسخن وإيش ابتدى يسخن. خدوا علموا بالكم. عن ايه هيل يا هندسه. سيبه خليك شويه تاكل عيش. ها خلاص مش مشكله، نمشيها لك المره دي. يا جماعه احنا بنعمل منافسه مع اصحاب الكلاب. خش يا سيف بعد اذنك، قرب منه على بعد خطوتين، قول لها مالناش دعوه. مالناش دعوه. ست. لا ما انت ايوه بس طبطب على صدرها، قول لها مالناش دعوه بحد. مالناش دعوه بحد. قرب يا سيف خطوه. اول لما وشكل بيلا لما شافت حد غريب كانت عايزة تقتله في الأول. هي دلوقتي برضو بعد ما قلنا لها إن هي ملهاش دعوة بحد، الكلبة بتبقى لافلي. وده اللي مطلوب في كلب الحماية الشخصية، إن الكلب يتحول من النقيض للنقيض بكلمة زي ما احنا شايفين، والمستوى بيعلى مع الوقت والتدريب. تعالوا بقى نخش على المسرحية الحقيقية في حلقتنا النهاردة. الشباب كلهم جايين، باشمهندس محمد وسيف وإيش وجيفارا طبعا عرفتكم عليهم كلهم، والكلاب كلهم في البوكس ما عدا بيلا لان هي كانت شغاله مع ايش. هنطلع واتفرجوا اللي هيحصل. بويكا هيطلع يدور العض في كل اللي قاعدين، والله ما هيسيب حد. الكلب انا علمته كلمه عض فقط لان حاله الكلب الصحيه مش احسن حاجه. احنا شايفين هو ضعيف ازاي، بس الكلب بقى عنده كرامه رائعه وما بيقبلش الاهانه. اي حد هيزقني هعضه ايا كان بقى كبير صغير. بصوا مع محمد، مع سيف، مع جيفارا، مع اي حد ايا كان. هنبتدي نلم الموضوع عشان ما يتعودش يعمل كده بمزاجه. وكل اللي قلناه دوت بيحصل هزار، محدش يحاول يقلده خالص. الاستاذ ايش يعني ايه هيل، عشان هو تعبني من شويه وانا هشاهد الناس عليكم انتوا الاثنين. بيجا كم بيجا كم بتفضحينا يا بيجا. شايف العقاب. كم يلا هيل. لفة ايد انا مش هتكلم عنها كده وسط الدوشه والزحمه والكلاب دي كده. فرجهم.
اوعى تعليمي ده. لف. ليه؟ ليه؟ انا هنا ادي لمحمد 9 من 10 في التمشية في النيل، بس الفكرة بقى ان بيجي هتفاجئنا، والموضوع هيبقى ليه اسباب ممكن نعمل عنها حلقات، فخليكم متابعين لما المسابقة هتبتدي، وهنبتدي نقول لهم ان احنا مش عايزين حد الكلب يسمح له انه يسلم على صاحبه. بيجي هتعمل حركة عكس المتوقع داون يا تماما. بيجا. جود جيرل. بس ايه؟ وخليك بقى واقف. انا هنا عمال اسخنهم تاني اكتر، وشوفوا الموضوع لما يسخن هيروح فين. وري لهم بقى الابداع بقى. تا 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 تا. ايش انا حاسس ان هو في سره وعمال يشتمني، هو كده كده كل شويه يشتم بيلا، يقول لها ما تفضحناش يا بنت الكلب. فتعالوا نشوف مين اللي هيكسب. ايوه يلا هي. قولوا لي مين اللي احسن يا جدعان. يلا اديها الست. داون. داون. بيلا داون. بيلا بيلا نامت تقريبا. داون. جود. ستي. بيجا. بيلا. ايش لسه ما خلصناش يا ايش المسابقه لسه بتبتدي. انت اللي بيلا. بيلا. بعد اذنك يا باشمهندس، عايزين بقى نعلي السيطره، خليها ستي وروح اقعد على الكرسي وندهلها. بيجو. بيلا راحت بشكل حلو، ومحمد اتحط في موقف صعب. تعالوا نشوف هيعلي عليه ولا ايه الكلام. بيجا كم ستوب ست. قولوا لي مين اللي يكسب انتوا بقى، والله العظيم انا ما هتكلم، انتوا قولوا لي مين اللي يكسب. بويكا بقى المعلم خشبه ملوش دعوه بحد. بويكا نفسه يعض بويكا يعض اي حد، اللي ماسك ليشو صاحبه واللي مش ماسك ليشو يتعض. انتوا اصلا حاجه. ايوه لا اوعى تسيب، اوعى. جيفارا قافش وخايف بويكا يتساب، مع ان بويكا طيب يا جماعه، ولا انتوا ايه رايكم؟ نجرب حراسه ولا فارا. هو بويكا عايز يعضك ليه؟ معرفش. تعالش اطلعك في الحلقه عشان انت ما طلعتش معايا في ولا حلقه قبل كده. عايز يعضك ليه؟ معرفش. طب هو بيعمل معاك، هو ايه اللي بيحصل كل ما الكلب بيشوفك؟ يفضل يعضني. وعايز يعضك؟ يعني دي بنوته اللي في النص بويكا ولد، الاخيره دي بيلا. فاكرين بيلا اللي كانت بتخاف من خيالها اطيب واحده في العالم؟ بويكا ده بقى هو كلب ضعيف جسديا جدا، بس اللي قدرت اعرفه ان هو يعض، فانا هوريكم هو ما بقاش بيهزر، هو بيعض بس. ودي بيجا غنيه عن التعريف، اشطر واحده في الفصل، وبيلا قادمه بقوه. فاحنا دلوقتي هنخلي جيفارا يخش يسلم عليهم وهم يدوا امر ركزي. احنا طبعا مخليين بالنا من احتياطات الامان، الكلاب كلها في الليش، الدنيا تمام، وجيفارا هو اوريدي بيحب الكلاب وصديقه، يخش يسلم عليهم وهناخد رد فعل الكلاب كلب ونشوف مين الكلب الشاطر اللي صاحبه عارف يشغله يا ايش، والكلب اللي صاحبه مش عارف يشغله. يلا جيفو جاهز؟ جاهز. خايف؟ لا. بطل؟ تمام. يلا بينا. جيفارا هيبدا يسلم عليهم من الشمال، بس الكلاب مش هتديله فرصه زي ما هنشوف. خش بقى على بويكا. خلي بالك من بويكا والنبي يا سيف، عشان بويكا طيب بس قاتل ولسه ضعيف، فخلي بالك معاه كله قوي. بقى يعني يمسكوا كل حاجه. ليش كله دعوه ستي. خش حاول تسلم على سيف. ركز. ودي من احد مميزات بويكا. بويكا هيطلع كلب ان شاء الله، لو عاش وتجاوز المشاكل الصحيه اللي عنده دي هيطلع كلب في حته تانية. بصوا بقى المفاجاه اللي بقول لكم عليها. بيجا بقى انا كنت مستني حاجه، والموضوع الاستاذه قاعده بتتاوب ملهاش دعوه، عماله بتبص للكلاب مش عايزه تشتغل. اللي عند بيجا دي حاجه طبيعيه، عشان ما حدش يقول لي هي الكلبه حصل لها ايه، حتى صاحبها افتكرها باظت. هبقى اشرح لكم الكلام دوت في الحلقات اللي جايه. هوجو لما لقى محمد مش راضي جاب الكوره رماها في وسط الكلاب وقال لهم اجتماع الكوره المغلقه يا شويه جزم. اما قعد بيجا بيكلمها هي عماله موديه وشها الناحيه التانيه من الكسوف، فقالت لي ابقى فهمهم بقى يا مدحت الموضوع. هفهمكم ان شاء الله دوت في الحلقات الجايه. وكان معانا في حلقه النهارده بيجا، هوجو، بيلا، وانا مدحت الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.